يا رب استرها عليكم يا ولاد وانت بتلعبوا. مش عارفة ليه قلبي مخطوف عليكم، كل شوية ببص عليكم واشوفكم قاعدين بتلعبوا ولا ايه، رغم اني مش فاضية بجهز لكم الاكل. ما تفتح بقى نشوف الطاجن اللي في الفرن عمل ايه. كفاية لعب. أنا تعبت من كتر اللعب. مالك يا ابراهيم؟ احنا لسه لعبنا عشان بتقول تعبت. بقول لكم ايه، شايفين منظر البيت بتاعنا نظيف ازاي؟ مفيش أجمل ولا أنظف من بيتنا. ربنا يخليك يا امي، انت بتتعبي عشاننا كتير. عندك حق. ايه رأيكم ما تيجي نجيب هدية لماما يوم عيد الأم؟ الله، انا بحب المفاجآت، بس يا ترى ايه هي الهدية اللي هنقدمها لماما؟ نشوف الفلوس الموجودة في الحصالات بتاعتنا، وإن كان كده نخلي بابا يجي معانا ونجيب حاجة حلوة تكون مناسبة على قد الفلوس اللي معانا لماما. بس انا معيش فلوس، الحصالة بتاعتي فاضية، وانا كمان ضيعت كل الفلوس اللي معايا. طيب وبعدين، أنا الفلوس اللي في الحصالة بتاعتي مش هيكفوا يجيبوا هدية حلوة لماما. الحل يا حمزة، ايه الحل يا حمزة؟ يا ترى نعمل ايه؟ يا ترى نعمل ايه؟ ايوه، انا جاتلي فكرة. ما تيجي نجمع مصروف المدرسة بتاعنا لحد يوم عيد الام، وبكده هنكون جمعنا فلوس حلوة نجيب بيها الهدية لماما. فكرة حلوة وعجبتني وأنا موافق. وانا كمان موافقة. إن كان كده ناخد معانا أكلنا المدرسة عشان ما نضيعش المصروف بتاعنا، ونخليه لحد يوم عيد الأم. الله، ايه الحلاوة الحلوة اللي بتتباع في المكان ده؟ انا هدخل اشتري حاجة اكلها من الفلوس اللي معايا. الله 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 الله، ده انا كنت هغلط غلطة كبيرة. ما ينفعش، ده احنا هنشتري هدية حلوة لماما. كويس ان افتكرت قبل ما انسى واضيع الفلوس اللي معايا. امشي بسرعة من هنا. ياه، لاحظتوا الفرحة اللي كانت في عيون ماما واحنا بنديها الهدية؟ اه طبعا، الفرحة كانت باينة في عينين ماما على الاخر. فعلا كلامكم مظبوط، انا حسيت كده ان ماما اتبسطت باللي احنا عملناه. طول السنة شقيانة وتعبانة عشاننا. شفتوا ماما كانت بتقول لنا ايه؟ انتوا أجمل هدية ربنا ادهاني. ولا لما خدتنا في حضنها حسينا بالامان. يا رب يخليك لينا يا ماما.